بتكوني بمول أو بسوبر ماركت أو حتى ناطرة دورك بمحل صغير، كل شي عادة وفجأة من دون سابق إنذار بتحسي إنه المكان عم بضيق عليك. قلبك بدق بسرعة، نفسك ما بقى عم يفوت مثل العادة، راسك بخف، والأصوات حواليك بتصير أعلى من حجمها. بتبلشي تطلعي حواليك وتفكري بشغلة وحدة: كيف بدي أطلع من هون؟ مش شو بدي اشتري، مش من واقف حدد، ولا قديش ضل وقت على الدور، بس بدك الباب وتظهري لبرا. ويمكن بتتركي الأغراض محلها وبتفلي، ويمكن تطلعي لبرا تاخدي نفس وبتقولي الحمد لله طلعت. بس بعد ما تهدي شوي بيجي السؤال اللي بيتعب أكتر من النوبة نفسها: شو صار معي؟ ليش كل الناس كانوا واقفين عادة وأنا حسيت إني رح أختنق؟ أهلا وسهلا فيكم بفضفضة. اليوم بدنا نحكي عن هالشعور اللي بيجي بالزحمة، أو بالأسانسير، أو بالطيارة، أو بقاعة مليانة عالم، أو حتى بطريق مسكر وما فيك تنزلي من السيارة. والأهم بدنا نحكي عن شغلة بنعملها كلنا تقريبا لما نخاف، بنعملها لنحمي حالنا بس أوقات ومن دون ما ننتبه هي نفسها بتخلي الخوف يرجع أقوى. رح نوصل إلى بعد شوي، بس أول شي بدي أقول لك شغلة مهمة: اللي عم بتحسي فيه حقيقي. يعني انت مش عم تتدلعي ومش عم تكبر الموضوع، مش لأنك ضعيفة. لما القلب بدق بسرعة هو فعلا بيكون عم بدق بسرعة، ولما النفس بضيق الشعور فعلا بيكون مزعج. ممكن ايديك يعرقوا، جسمك يرجف، تحسي بتنميل أو كأنك مش مركزة بكل يلي حواليك. هيدي أعراض حقيقية، بس الأعراض الحقيقية ما بتعني دايما إنه في خطر حقيقي. أوقات الجسم بيفتح حالة طوارئ بموقف ما بيستاهل كل هالطوارئ. ممكن يكون اللي عم بيصير استجابة قلق قوية، وممكن يكون قريب من نوبة هلع، بس طبعا ما فينا نشخص حالنا من فيديو. إذا هيدي أول مرة بصير معك هيدا الشي، أو الأعراض قوية وجديدة، أو مع إغماء، ألم بالصدر شديد، أو صعوبة تنفس مختلفة عن المعتاد، لازم تنفحصي طبيا. ما منقول عن كل شي إنه قلق ونرتاح. أما إذا هيدا الشعور مألوف عندك وبيجيكي غالبا بالأماكن الزحمة أو المسكرة، خلينا نفهم سوا شو عم بصير. بدماغنا في شي مثل جهاز إنذار، في جزء من الدماغ اسمه اللوزة الدماغية، من شغلاته إنه يلتقط إشارات الخطر بسرعة. المشكلة إنه هيدا الجهاز ما بيكون دايما دقيق 100%. يعني بالعجقة بشوف أصوات، حركة، حرارة، ناس قريبين من بعض وباب بعيد، فممكن يقرأ هيدا الموقف كأنه في خطر، وجسمك ما بينطر منك تقرير كامل. فوراً القلب بيسرع والعضلات بتشد والنفس بيتغير. ولما تحسي إنه ما في هواء، طبيعي تحاولي تاخدي نفس أكبر وأسرع. بس هون مفارقة: أوقات لما يصير النفس سريع زيادة، هو نفسه بزيد الدوخة والتنميل والإحساس إنك ما قادرة تاخدي نفس. يعني أنت عم تحاولي تساعدي حالك، بس جسمك عم يفهمها بطريقة تانية، وبيبلشوا الأفكار براسك تشتغل: رح يغمى علي، أكيد في شي بقلبي، رح أوقع قدام الناس، ما رح أقدر أطلع. وكل فكرة مخيفة بتكبر الشعور، وكل ما كبر الشعور بتصدق الفكرة أكتر. هيك بتصير الدائرة: خوف، أعراض، تفسير مخيف، خوف أكبر. ويمكن هون تكتشفي إنه المشكلة مش دايما بالعجقة نفسها. أوقات المشكلة بتكون إنك صرت تخافي من الشعور اللي ممكن يجيكي جوا العجقة. يعني قبل ما تفوتي على السوبر ماركت بتكوني أصلا عم بتقولي يا رب ما يصير معي مثل المرة الماضية، وأول ما تحسي بدقة قلب بتقولي بلشت. أو مثلا بتكوني بالمطار، أول شي بتكوني قاعدة ومرتاحة، بعدين بينادوا على البوابة، العالم كلها بتقوم مرة واحدة، الصف بصير طويل والناس بتقرب من بعضها. هون بتيجي الفكرة: إذا تعبت هلأ كيف بدي أطلع؟ وبعدين بتفكري بالطيارة، الباب رح يتسكر وما فيك تقولي للسائق وقفني هون. قبل ما تلحقي تطمني على حالك جسمك بيكون شغل هيدا الإنذار. ونفس الشي ممكن يصير بالمصعد أو بطريق مسكر. غالبا الهواء ما بيكون اختفى، بس كل انتباهك صار على نفسك، عم تراقبي كل شهيق وكل دقة وكل إحساس صغير. طيب، شو بتعملي وقت تبلش هيدي الموجة؟ أول شغلة بدك تعمليها بدل ما تقولي لحالك خلص بلشت المصيبة، قولي بعرف هيدا الشعور، هيدا قلق ومزعج بس رح يخف. مش ضروري تكوني مقتنعة 100% بهيدي اللحظة، بس أقله ما تزيد الخوف خوف. وبالنسبة للنفس، ما تحاولي تشفطي الهواء بقوة، رخي كتافك شوي،
خذي نفس هادئ من منخارك، طلعيه أبطأ من تمك. ممكن تعدي 4 عدات وانت عم تاخدي النفس، و6 عدات انت عم تطلعي، بس بهدوء. مش مسابقة ومش لازم تضبطي الأرقام تماما. الفكرة إنه الزفير يكون أطول شوي والجسم يبلش يبطئ. وبعدين طلع انتباهك من جوا جسمك، حسي بإجريكي على الأرض، شوفي شو لون الحيط قدامك، المسي شنطتك، اسمعي صوت المكيف، صوت العالم أو الموسيقى بالمحل. رجعي حالك للمكان الحقيقي اللي انت فيه، بدل ما تضلي عايشة بالسيناريو اللي براسك. بس هلأ بنوصل للنقطة الأهم، الهروب. بعرف إنه أول شي بتفكري فيه بهاللحظة هو إنك تهربي وتطلعي لبرا. طبيعي لأنك بدك ترتاحي. وبالفعل أول ما تطلعي لبرا بتحسي إنه صدرك فتح وقلبك هدي، فبتقولي منيح إني هربت. بس دماغك ممكن يسجل هيدي القصة بطريقة مختلفة، يسجل إنه المكان كان خطر وإنك نجوتي لأنك طلعتي. يعني المرة الجاي ممكن يشغل الإنذار أسرع. أول مرة بتفلي من المول بعدها بتقولي ما بفوت إلا ومعي حدا، وبعدين بتبطلي تفوتي على المول من أصله. بعد فترة بتصيري تختاري كل حياتك على أساس وممكن ارتاح، ووين في باب قريب، ووين ما في عالم، ووين ما في عجقة. ومن دون ما تنتبهي حياتك بتصغر شوي شوي، مش لأنك ما بدك تعيشي، بس لأنك عم تحاولي ترجعي تحسي بهيدا الشعور. بس أكيد أنا مش عم قلك إنك تجبري حالك تضلي بمكان غير آمن، أو تتجاهلي أعراض جديدة، أو ترمي حالك بأكبر زحمة وتعملي حالك بطلة. أبدا، الموضوع بصير بالتدريج. إذا كنت متأكدة طبيا إنه اللي عم بصير معك مرتبط بالقلق، فيك تبلشي بشي صغير. روحي على محل صغير بوقت هادي، ضلي كم دقيقة. إذا طلع القلق جربي ما تفلي من أول ثانية، خليه يطلع شوي وراقبي كيف بعد فترة ببلش ينزل. المرة التانية زيدي الوقت وبعدين اختاري مكان أعجق شوي. الفكرة مش إنك تمنع القلق يجي، الفكرة إنك تعلمي جسمك إنه القلق ممكن يجي وبعدين يروح من دون ما يصير الشيء اللي كنتي خايفة منه. وهيدي الطريقة بيستعملوها بالعلاج النفسي، واسمها المواجهة أو التعرض التدريجي. وإذا الخوف صار يمنعك من السفر، الشغل، التسوق، أو حتى الخروج وحدك، ساعتها فعلا ما لازم تتركيه يكبر. المساعدة من اختصاص بالعلاج السلوكي المعرفي ممكن تعمل فرق كبير. وانتبهي كمان لجسمك، قهوة كتير، مشروبات طاقة، قلة نوم، جوع، تعب، كل هالاشياء ممكن تزيد الخفقان والرجفة عند بعض الناس. مش معناتها انه القهوة هي سبب كل القصة، بس اذا لاحظتي انه هالشعور بزيد بعد فنجانين او 3، خففي شوي القهوة. راقبي حالك من دون جلد. وبالنهاية بدي أقولك إنه القلق مثل الموجة، بيطلع بيقوى وبعدين بينزل. بس نحن أوقات منخاف من أعلى نقطة بالموجة وبنهرب قبل ما نشوف إنها كانت رح تهدى. المرة الجاي بدل ما تقولي لازم يروح هلأ، جربي قولي أنا ما بحب هيدا الشعور بس بعرف إنه رح يمر. أنت مش ضعيفة، واللي عم بصير معك مش دلع، جسمك عم يطلق إنذار أكبر من الموقف، بس هالإنذار فيك تعلميه يهدى وتتحكمي فيه أكتر. مرة بعد مرة وخطوة بعد خطوة، كل مرة بتحسي بالخوف ما تهربي فورا، عم تقولي لدماغك خفت بس ما صار شي والشعور مرق. وهلأ خبريني بالتعليقات، لما بيجيكي هيدا الشعور بتحاولي تضلي شوي بالمكان أو بتحسي إنك مضطرة تطلعي فورا ومخنوقة؟ خلينا نحكي من القلب للقلب، لأن يمكن تجربتك تطمن سيدة تانية وتخليها تعرف إنها مش لحالها. كان معكم مروة، بشوفكن الحلقة الجاية.